النهارده حلقه جديده من استاد كيرو هنتكلم فيها عن دوري الابطال والدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري السعودي، وعشان حبايبنا في الدوري المصري هنجيب اهم الاحداث فيه. نبتدي بدوري الابطال والفضيحه اللي بتحصل في البرنابيو. كل ما السقف يتقفل انا واللاعيبه نتخنق. مش معقوله كل ما نقفل السقف ناخد على وشنا ونطلع بفضيحه. انا نفسي افهم يا مستر كارلو انشيلوتي، هو انت بتدرب اللعيبه على ايه؟ اللعيبه مش عارفه تباصي اصلا، ولا لعيب عارف يتحرك، ولا لعيب عارف يباصي، وفايزه دي اللي خدت الفلوس من هنا ومش شايفين حاجه منك يا مبابي. وانت زفت التينه اللي اسمك ميليتاو، ايه اللي انت بتعمله ده؟ اذا ينفع الدقلجه اللي دقلجها لك رافائيل لياو كده انت واناناسا؟ احنا فرقه مش نافعه اساسا، فرقه بتلعب من غير خط دفاع ومن غير لعيب يلعب على الدايره يعرف يوزع لعب. انت مشيت كروس ولا هو اعتزل؟ جبت مين مكانه يا باشا؟ يا باريس انت من الاخر كده 0%. اموراي بيوجه رساله لجوارديولا بيقول له انا جاي عشان اكسر شوكتك في البريمير ليج. اللي عمله امبارح ده فعليا يتحط في التاريخ. جيوكريس هو واموراي قالوا لجوارديولا تعالى انت من الاخر كده دفاعك هش، فاحنا هنعمل فيك كل حاجه، كل اللي انت بتعمله في الفرق احنا هنطلعه عليك. فهل جوارديولا لما اموراي يروح الدوري الانجليزي هيعرف ياخد حقه ولا لا؟ ليفربول امبارح حرفيا اللي حصل ده هم كسروا العاطفه بتاعت الونسو جوه الانفيلد. انت دخلت الانفيلد مش هتخرج منه سليم. اللي حصل في الانفيلد امبارح ده من لويس دياز ومن محمد صلاح ومن ايرن سلوت اللي بيروح الشوط الثاني يدي اي حد على وشه، فده كده يتحط في الهايلايت بتاعت الدوري الابطال للسيزون ده. 4 خدهم الونسو. هل الونسو هيعرف يكمل في الثمانيه الكبار ولا ايرن سلوت خلص الدنيا ونهى نفسيا؟ هنروح دلوقتي بقى للدوري الانجليزي، وبما اننا انتهينا بليفربول في دوري الابطال فانا هبتدي بقى في الدوري الانجليزي واقول لك ان ليفربول هو بطل الدوري الانجليزي بشرط واحد، ان هو يكون عنده عمق سكواد وان هو يكون عنده لعيبه على الدكه تقدر تعوض اللعيبه الاساسيه، لان هو لو ما عملش كده اللعيبه دي هتيجي تقع في نص الموسم ومش هيقدر يكمل مع الاقرع، لان الاقرع ده نفسه طويل قوي ومهما وقع بيعرف يقوم مره تاني. وبما اننا جينا لجوارديولا اشهر صلعه في التاريخ فانا هرجع واقول لك جوارديولا السيستم عنده هنج، ما عندوش دفاع وقائي، نفس اللعبه ونفس المرتده بتتعمل عليه. ولكن هرجع واقول لك طول ما رودري ودي بروين مش موجودين جوارديولا صفر. يا كابتن هالاند يا منحاسه معاك يا ابني كده ليه؟ في حد عمل لك عمل على رجل جمل ولا ايه؟ ما تفوق كده يا ابني وتاكل الكبده بتاعت العجول، هي مش جايه معاك خالص. فوق كده يا هالاند، عشان كده صلاح هياخد منك هداف البريمير ليج. بالنسبه بقى لارسنال، ارسنال دورها انتهى في الدوري الانجليزي السنه دي. قول لي ليه؟ ارسنال حصل لها دروب كبير قوي، اللي كان ماسك الصفقات وماسك المدير الرياضي بتاعهم مع السلامه قال لارتيتا باي باي. فهل ارتيتا هيبقى عنده الحماس ان هو يكمل في الدوري الانجليزي؟ طب ارتيتا باصابات اوديجارد، ولا ارتيتا باصابات سليبه، ولا ارتيتا بالمستوى المزري بتاع جبريل، ولا ارتيتا اللي بيلعب بتوماس بارتي باك يمين؟ يا راجل انت بتتكلم ازاي؟ ولا ارتيتا اللي ما عندهوش مهاجم اصلا وما سعاش ان هو يجيب مهاجم زي جيوكريس؟ هل جيوكريس ده لو كان بيلعب في الارسنال كان ممكن يقدم مردود احسن من اللي بيقدمه في سبورتنج لشبونه؟ ولو جيوكريس جه هيقدر يجيب 23 جون في 16 ماتش زي ما عامل مع سبورتنج لشبونه، ولا هو واخد البروباجندا بس في دوري مش من الدوريات الخمسه الكبرى؟ وانت رايح تدفع الاشتراك بتاع بين سبورت، انا بقول لك اهو هم لازم يحطوا اشتراك زياده على الدوري الانجليزي. المتعه اللي بيقدمها الدوري الانجليزي مفيش حته في العالم ولا في بطوله في العالم تقدر تقدمها. يا باشا فولهام بتلعب مع برينتفورد الدقيقه 92 برينتفورد كسبانه، يعني خلاص كده الماتش منتهي. انت متخيل بيحصل ريمونتادا بجون يخش بوشكاش؟ انت متخيل اصلا؟ فانت المفروض لما تروح تدفع الاشتراك تطلبهم لا احنا هندفع اشتراك زياده للدوري الانجليزي عشان المتعه اللي بيقدمها لنا. ونيجي بقى للدوري المصري، صبحنا وربحنا يا رب على فضايح التحكيم اللي احنا اتشهرنا بيها في الدنيا كلها. يا باشا التسجيل الصوتي اللي طلع لك الحكم محمد عادل ده وحكم الفار ده لازم ما يتسكتش عليه، ولازما على اداره الاهلي تضغط على اتحاد الكوره وعلى لجنه الحكام ان هم يشوفوا حل في الموضوع ده، لان من الاخر ده كده انت مجهودك بيضيع وفرقه بتاخد نقط على حساب فرقه تمام، وهي ملهاش اصلا ان هي تاخد النقط دي. ونيجي بقى للفرقه اللي قالت لك احنا اكبر قلعه رياضيه في مصر. هم قالوا الكلمه دي من هنا والفضايح نازله ترف عليهم من هنا. اول فضيحه اجيب لك الفضيحه بتاعت دونجا في البار، ولا اجيب لك الفضيحه بتاعت محمد عادل؟ ومحمد عادل مش اول مره يبقى عنده واقعه مع نادي الزمالك تحكيميه. ولا اقول لك ان باتشيكو اصلا وقف لهم القيد، وان الفيفا هتدي انذار للزمالك لو حصل شكوى مره تاني هتحطه من الانديه سيئه السمعه. انت متخيل ان لو الزمالك اتحط في الانديه سيئه السمعه في الفيفا مفيش اصلا محترف جامد هيجي لهم؟ اخويا وحبيبي محمود عبد الرازق شيكابالا، ربنا يبارك لك يا ابني على ضربه الجزاء اللي شطها، اديت الثقه للشناوي مره تاني، خليته رجع لفورمته وخلتنا خدنا السوبر المصري ورحنا مسكنا العين والضرب على عين شفا.
طول ما كولر ما بيعاندش وبيغير على طول، فانت اعرف ان الاهلي كده كده هينزل يكسب الشوط الثاني، لان وسام وامام تمام التمام. فطول ما وسام وامام فايقين في الملعب فكل اللي حواليهم هيبقوا فايقين. ارجوك يا مستر كولر وزع دقايق اللعب على اللعيبه بتاعتك، لان انت هتلعب ماتشات اقل في الدوري، والنقطه اللي هتروح منك انت هترجع تندم عليها بعد كده. وعشان خاطر ربنا مش عايز يحصل لنا دروب مره تاني والزمالك ياخد مننا بطوله، لان حرفيا احنا دماغنا بتصدع منهم يا جدعان. بياخدوا بطوله من هنا بيحسنوا هم خدوا كاس العالم للقارات، مش هقول لك للانديه. تعالى بقى للدوري الاسباني ومحبين برشلونه وريال مدريد. يا جاحد يا قادر يا مطرقع يا مطرشم يا اللي اسمك فليك، 40 جون ازاي في 12 ماتش؟ ايه اللي انت عملته في اللعيبه ده يا راجل؟ ده انت تعبت المنافسين نفسيا، موقعهم 83 مره في الاوفسايد. يا جاحد يا قادر، والله ده احنا ريال مدريد، ده احنا لينا الجنه. انتوا عايزين كيميتش ومعاكم كاسادو. كاسادو ده اللي بيروح يجيبه من الحصه، يقول له خد يلا اهرب من الحصه بتاعتك دي وانزل، يعمل له 4 اسيستات بنفس الطريقه قدام اسبانيول وقدام ريال مدريد وقدام بايرن ميونخ وقدام موناكو بنفس الطريقه. وعايزين كيميتش، والله ده احنا لينا الجنه يا جدعان. ونيجي بقى الماتش ريال مدريد وفالنسيا اللي اتاجل. الماتش ده حصل فيه حاله انسانيه كبيره جدا. الكرة دي يا جماعه مش مجرد لعبه، لا الكرة دي شغف. في وسط الاعصار اللي حصل والمدينه اللي اتدمرت، راح مشجع لفالنسيا دخل البيت بتاعه مش عشان خاطر يشوف ايه موجود من البيت وايه ينفع وايه ما ينفعش، دخل جاب التيشيرتات بتاعت فالنسيا وهي معموله من الاعصار وخربانه من الاعصار عشان يعرضها في مزاد. المزاد ده الفلوس اللي هتطلع منه هيساعد بيها اهل المدينه. فانت لو انت بتتكلم في الكوره مش مجرد ان هي لعبه بس، الكوره رساله. فانت استخدم الكوره في ان انت توصل رساله. مني بقى جيت عند ريال مدريد، تشاوميني سالب 100، ميليتاو اطلع بره، فاسكيز روح شوف لك يا باشا فرشه وبيع فيها اناناس، روديجر الله يكون في عونك في وسط اللي انت فيه ده، مندي انت يا ابني بتلعب كوره ليه؟ تشاوميني زفت تاني وتالت ورابع، امبابي ايه يا باشا حطيتوا الفلوس في جيبكم وجايين تجيبوا لنا الجلطه؟ ده انت بتشوط في رجل الحراس يا ابني، ده انت اي حارس عايز يتصيد بتصيد على حسك دلوقتي يا حبيبي. ونيجي بقى لفينيسيوس، يا حبيبي انت عايز تاخد الكره الذهبيه ازاي وانت عمال تعمل لي مشاكل في الملعب والواد ما لمسكش من يمين وعملت وقعت على الارض وقعدت تمثل؟ وايه الضيقه اللي انت بقيت بتشوط فيها دي يا راجل؟ ما انت كنت بتشوط في البعيده وبتحط جون. الله يخرب بيتك يا فايزه، جننت العيال. وبما اننا بقى جينا للدوري الاسباني عشان ننهي القصه دي من الاخر كده، برشلونه هي بطل الدوري الاسباني عشان نقصر القصه دي على نفسينا. حبايبنا في الدوري السعودي، الدوري الاقوى عربيا ودوري ابطال اسيا اللي مولع نار. انا نفسي اصحى من النوم ولا اخش انام واقول ان الهلال خسر. امتى الهلال هيخسر؟ بقول لك ايه، هو انت هتقول لي انت بتأفور لو قلت لك ان الهلال دي واحده من اقوى الفرق اللي في العالم دلوقتي، اقوى منظومه هجوميه، اقوى منظومه في كل حاجه، اقوى اوضه لبس فيها نجوم. انت عايز تقنعني ان خيسوس لو مش فارض شخصيته على اللعيبه النجوم اللي في الفرقه دي هينزلوا يبقوا بالمنظر ده؟ لا يا باشا، احنا بنلعب كلنا كواحد، رايحين مع بعض وجايين مع بعض. يا نيمار يا نيمار الفلوس بتاعتك يا نيمار بتعمل بيها ايه يا نيمار عشان كل ما تنزل 30 دقيقه يحصل لك اللي بيحصل لك ده؟ انا قربت اقتنع ان اختك كل اسبوع بتعمل عيد ميلاد. انا بدات اقتنع يا حبيب قلبي ان انت بتمثل عشان تروح تعيد ميلاد اختك. نفسي افهم العيد ميلاد ده في ايه عشان كل ما تنزل نص ساعه تطلع تقول ومش الاهلي كركب الدنيا. وزي ما قلت لك الضرب على العين شفا. راح النصر قال له لا يا اهل انت مش احسن مني، ده انا هديهم 5. العين حرفيا مش انهار قدام النصر، العين ما ينساش اللي حصل فيه في استاد القاهره. فلما راح السعوديه لا يا باشا هي لسه موجوده معاه. فمن الاخر كده عايز تكركب اي نادي هات له الاهلي. سؤال بسيط بقى، هل الاهلي قادر يكسب الهلال او النصر زي ما مسك فرق اسيا كلها نيمها من المغرب؟ حبايب قلبي بقى هننهي بالمحترفين المصريين، وادام جبنا سيره المحترفين يبقى رقم واحد ومالوش واحد وهو احسن جناح يمين في العالم، محمد صلاح. انت تعرف ان محمد صلاح برشلونه عايزه تجيبه في الصيف ببلاش؟ طب انت تعرف ان محمد صلاح الهلال عايز يجيبه في الصيف ببلاش عشان يلعب في كاس العالم للانديه؟ طب انت تعرف ان محمد صلاح باريس سان جيرمان عايزه تجيبه عشان تقعد عثمان ديمبلي على الدكه؟ محمد صلاح اكتر لاعب مشارك في اهداف ليفربول، 19 جون جابهم ليفربول، مشارك في 12 جون فيهم. انت عايز تقنعني ان ليفربول لو ما جددش لمحمد صلاح الجماهير دي هتسكت لهم؟ ولا لو ما جددوش لمحمد صلاح هيعرفوا يجددوا لارنولد او لفان دايك؟ تجديد محمد صلاح لا مفر منه من اداره ليفربول. عمر مرموش لو قلت لك ان هو واحد من احسن 5 لعيبه في العالم اقول لك حاجه، هو احسن لعيب في العالم بالارقام. مش انتوا بتتكلموا لغه الارقام؟ جاب اجوان من كل حته في الملعب، من اليمين ومن الشمال ومن العمق ومن البلنتيات ومن الفاولات. فانت عايز تقنعني ان لعيب في انتراخت فرانكفورت يعني فرقه في منتصف الدوري الالماني وبيعمل ده كله وانتوا ما تحطوش في الجائزه بتاعت شهر اكتوبر؟ والله ده ظلم وده حرام. هل بقى مرموش المنافس الرسمي لمحمد صلاح على جائزه احسن لعيب لافريقيا
السيزون الجاي؟ وهل مرموش يطلع على ليفربول فعلا ولا مرموش هنا على الارسنال؟ بقول لكم ايه، ما تيجي نلعب لعبه التوقعات. هنجيب اهم الماتشات في الدوريات اللي احنا اتكلمنا عليها الاسبوع ده وهنتوقعها مع بعض وشوفني بقى انا صح ولا غلط. يا عم السيتي وبرايتون، السيتي هيعوض كل اللي حصل له ده مع برايتون فالسيتي هيكسب. ليفربول واستون فيلا فده ماتش اصلا تكتيكي بحت، لكن انا بقول لك اهو ليفربول هي بطله الدوري وليفربول هتكسب استون فيلا لان هي كده كده خسرت من الفراخ 4-1، مش هتخسر من ابو صلاح. اليونايتد وليستر، اليونايتد هتكسب. اليونايتد من ساعه ما الاصلع ده مشي وهي كده كده هتكسب. قمه الدوري ارسنال وتشيلسي، يعني لندن، يعني ديربي لندن، يعني مين هيبقى ملك فينا لندن النهارده؟ يا ارتيتا بكل الاصابات اللي عماله تقع دي هتعرف توقف الواد كول بالمر؟ طب ولو وقفت بالمر هتعرف تعوضه في الهجوم بمارتلين الكاتيان ده؟ بس ارجع اقول لك انت هتكسب ارتيتا وهتعوض كل اللي حصل بقى في الاسابيع اللي فاتت. حباب قلبي بتوع الدوري الاسباني، برشلونه هتروح تقابل ريال سوسيداد، فرقه جابت في 12 ماتش 40 جول، فهتمسك ريال سوسيداد هتسفلتها، هيكسبوا 4-1. الهم والغم الريال اللي انا ما بقتش واثق ان هي ممكن تكسب بلد الوليد ولا تخسر منها، هتلاعب اوساسونا، هنتعادل صدقني مش هنكسب. طول ما البتاع ده مقفول والسقف مقفول هيتهد على دماغنا. توب فور الدوري السعودي يلا بينا. الاتحاد والعروبه، الاتحاد مقدم موسم قوي جدا، الواد موسى الدياباي ده خلى هجوم الاتحاد في حته تاني هو وحسام عوار، فمن الاخر كده الاتحاد يمسك العروبه بص هيعصرها. اتمنى ان انا اقوم من النوم اقول ان الهلال خسر، بس للاسف الهلال هتدي الاتفاق سكور. النصر والرياض، لا النصر جاي في فورمه مع بيولي، بس انا مشكلتي معاك حاجه واحده يا بيولي، ان انت ليه بتخلي كريستيانو رونالدو ينزل لحد نص الملعب؟ بس اقول لك حاجه، هتكسب برضه هتكسب. الاهلي والرائد، الاهلي اقل فرقه من التوب فور في الدوري السعودي، اللعبه بتاعتها تحس ان هي فاهم بتتمشى، بس هيكسبوا الرائد. وده كان تلخيص الاسبوع بتاعنا النهارده، فاستنونا كل اسبوع في تلخيص الاحداث المهمه من كل الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم عليها يا حبايب قلبي. ما تنساش بقى عشان خاطر اللي احنا اللي عاملينه ده كله اللايك والكومنت والشير، وتحفظ الفيديو ده عندك عشان هترجع لي في اخر السيزون هتقول لي كل اللي انت اتكلمت فيه ده حصل.